اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كيف حالكم؟ كل شيء بخير، نتمنى إن شاء الله أموركم تكون كلها بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. لا فيديو ديال اليوم كيما كتشوفوا معايا كيما كنقولوا نهار جديد فيديو جديد. غبت عليكم يعني بزاف ماشي شوية، يعني نقول لكم غادا في جوج سيمانات وأنا غايبة عليكم. في الحقيقة ماشي الخاطر والله العظيم إلا واخا كنجري واخا كنشقى ديما في بالي، ويعني ناقصاني شي حاجة مولفاكم، مولفة نهضر معاكم، مولفة ننزل فيديوهات. عارفة هادشي هذا ماشي في صالح القناة. وحبيت نشكر بزاف الناس اللي انضموا للقناة ديالي جداد، الله يجعل عند حسن الظن ديالكم. وتوحشتكم بزاف 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 يعني ماشي شوية والله اللي عالم. كتشوفوا معايا لا فيديو ديالي من المهم درت معاكم هاد لا فيديو يعني شوية مخلط فيه شوية غير هكا الفطور هكا بسيط. نبدل لكم بعض اللقطات يعني اللي ديال المناسبة اللي عندي في طنجة، يعني كما كتشوفوا ضرب الصداقة والملاكة ولا هذا ديال ولدي. هذا فقط درت لكم شوية ديال اللقطات هكا في طنجة، يعني شي حاجة قبل ما يكونوا الناس كيدخلوا ولا هذا، كتعرفوا من طبيعة الحال ما غاديش نشد الناس. هذا البيفي ديال العروس كما كتشوفوا هنايا. كما كتعرفوا حنا في العوايد ديالنا المغاربة كنعمروا التمر، يعني كل واحد والطريقة ديالو، وكيقدموا داكشي الحلويات وهذا. المهم البيفي ديال العروسة هو هذا. وفي الحقيقة داز كلشي تبارك الله زوين ما شاء الله، يعني دوزت مناسبة تمايا كما كتعرفوا سافرت. سافرت يعني نقول لكم جوج سيمانات تقريبا. سافرت يعني غير مشينا الخميس بالليل، صبحنا الجمعة دوزنا السبت مناسبة لحد في الصباح رجعت تاني لهنايا، لأن غتكون عندي يعني مناسبة أخرى الخميس، يعني قلت هنايا وصلنا لحد ارتاحينا. الاثنين يعني وثلاث الاربعاء الخميس عاوتاني عندي مناسبة، كتعرفوا داك الجرا وهداك الشي كامل، والله ما عقلت باقي نهز التليفون حاطاه لحتى ما عرفت فين كان طفى بمرة. ولاو التليفونات ديال بنتي وداك الشي، يعني اللي بغا يتصل ولا شي حاجة، يعني درت لكم لقطات فيها تبارك الله. هنايا بغيت نشارك معكم قبل ما نمشي النهار اللي غادي نمشي لطنجة، هنايا جمعت حويجاتي وكل شي. وحبيت بزاف يعني نقدم يعني شنقول لكم، ما نقولش لكم التعازي كما كنقول دائما تاني لخوتنا في فلسطين، الله ينصرهم، الله يكون معاهم، الله يكون معاهم. يعني هادشي والله العظيم الا هادشي هذا كما كنقول لكم دائما، هادشي اللي درنا ماشي زعما حنايا فرحة ولا شي حاجة، هادشي يعني مقرر كما قلت لكم، والدي غادي يمشي وهادشي يعني جاني ديجا مقرر، ما عندي كي ندير باش نتجنبو. ونطلب الله سبحانه وتعالى يشفي الجرحى ديالهم وينصرهم على الأعداء ديالهم، واللي يعني ولا أعداء ديالهم الله يجعل يا ربي كيد ديالهم في النحور ديالهم، الله يجعل كيدهم في نحورهم يا ربي يا ربي، تنزل عليهم يعني شي حاجة اللي تحدهم، يعني راه طغاو بزاف بزاف بزاف. والله سبحانه وتعالى هادوك اللي مشاو راه شهداء، الله بغاهم والله حبهم والله بغاهم يعني يرتاحوا من هذه الدنيا. يعني اللي توفوا ولا يعني اللي شهدوا، يعني هذوك راه الله سبحانه وتعالى حبهم وباغيهم، يعني هما أحياء عند الله يرزقون، يعني بنادم ما يحزنش عليهم، واللي باقيين مساكن الله يصبرهم على وليداتهم والعائلات ديالهم، ويشفي يعني جرحاهم ويقويهم وينصرهم إن شاء الله نصرا يا ربي عزيزا، يا ربي تنصرهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين رب العالمين. هذا هو وجدنا عليهم كما قلت لكم، هادشي عندي مقرر ماشي زعما، لان كان عارفه انا الناس اللي تقول لك هادشي اللي طاري في غزه وانتم دايرين وهذا ولا فرحانين. راه عاودت لكم ديجا في الفيديو اللي فات، والله ماشي لخاطرنا هادشي مقرر، ويعني ما يعني لا ضبط ديال هادشي هذا كان محطوط، وعندنا الظروف يعني الناس اللي برا وداكشي ضروري خصو يحضر ولدي وهذا. والمهم الحمد لله والشكر لله، كلشي داز بخير وعلى خير، كلشي داز بخير وعلى خير، واخا اختكم الحمد لله يعني جابت اخرها. كتشوفوا معايا انا درت لكم دويره في الدار كامله، وحاطه الشنطه ديالي والسويكات ديالي وداكشي اللي غندي، وقلت ندير شي سندويشات هكا في الطريق. درت هنايا غير صدر ديال الدجاج، ودرت النقانق والسوسيطه والسوا، كل واحد شنو كيقول لي، درتها بلا مطرد او الخردل والصلصه ديال المطيشه والتوابل. يعني السندويشات هكا خفاف، يعني كتعرفوا مشينا في التران، كتعرفي التران ما كيوقفش، يعني وقف مره واحده في القصر الكبير وكانت الشتا 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 تبارك الله. ومن حاجه وحده اخرى ما ننصحكمش يعني بالتران، ما عجبنيش التجربه ديالي الاولى، مشيت فيه يعني واحد، يعني مشيت فيه دي قديم يعني شي نقول لك 22 سنه ولا هذا، مشيت غير مسافه محمديه لكازا، كان يعني شويه خفيف، ما لكن باش تمشي فيه مسافه طويله بحال ما تمشي مثلا كازا طنجة، يعني ما عجبنيش مرة التجربة ديالو، معذبني ومسخسخني. واخا البلايص وداكشي داك الشومبر ناس كيدخلوا وخرجوا كان عامر والليل
المهم أنا مولفة بالحافلة ومولفة بتي جي في، يعني تي جي في ساعتين و10 دقايق أنتِ في طنجة. التجربة ديالي هي أول مرة كنركب في مسافة طويلة، إن شاء الله بإذن الله ما نعاودهاش. المهم درت داك السندويشات ودينا المناضة ودينا الزريعة وداك الشي هذاك، ديك التسالية خفيفة في الطريق. أنا درت لكم جولة حتى هي في الصالة، وريتكم بعد ما لمّضت ويعني والدار كلها تبارك الله ما شاء الله سيقت الدنيا. إلا عندكم مناسبة وغاديين مسافرين ما تخليو حتى حاجة وراكم. كتعرفوا دابا نتا الصالة ديجا شاركت معاكم فاش بديت كنخمل وداك الشي. هانتوما الصالون كلشي مصبّن، هانتوما يعني هو كيتحدث على راسو. في الحقيقة ما طلقت السجادة والزرابين ما طلقتهمش، يعني قلت نرجع. هادو جوج ديال الغرفة ديال النوم وديال وسط الدار عندي وزربية كبيرة ديال الصالون. يعني حتى رجعنا. فاش رجعت من طنجة رجعت معايا بنتي حتى هي والعائلة، يعني هكا القرابين ليا قبل ما يجيو الناس الآخرين. المناسبة اللي عندي يعني المناسبة اللي عندنا ما كاينش بيناتهم يعني 4 أيام. دوزت تمايا مناسبة في السبت، جينا الجمعة مشينا الخميس بالليل، يعني الجمعة والسبت لحد في الصباح. يعني كنا هنايا 10 ديال الصباح. يعني كنت رجعت لكازا لأن الخميس غتكون عندي مناسبة أخرى هنايا. والله العظيم إلا كيما قلت لكم آه اش نقول لكم، اللي عنده مناسبة الله يرزقو الصبر. يعني الصبر كتير كتير كتير، لا جسديا ولا نفسيا. يعني خص بنادم يضبط النفس ديالو ويصبر والله العظيم الا شنقول لكم مشيت للفرماسيا، خديت الدوا، يعني ديك الدوا القاسح ديال الكالم اللي خصني يعني نصبر ونوقف يعني حتى يفوت هادشي هذا. لان ما نقدرش نكون تبارك الله هادشي هذا يدوز يعني بلا ما ناخد شي دوا ولا شي حاجه اللي يعاونني. المهم انا درت لكم جوله في الصاله نتوما، وداك الفراش اللي ديجا غلفته راه شفتو دابا بان لكم مع الطلمت وداك الشي زوين. انا جمعنا كلشي حويجات ديالنا. هاد البوشيط هي اللي غادي نهزو معنا في الطريق هكا. هزيت يعني ما ديتش شي حاجه كثيره، جمعت حوايجي يعني في شنطه وحده انا وديال راجلي وديال بنتي، وهزينا سكيك هكا فيه الصباب ديالنا. هانتوما كتشوفوا السكاي تا هو غادي مسافر معنا مدير في الشكار، وتا هو سافر ليك لطنجة. دوز معنا مناسبة لأن الدار خوات ما بقى فيها حتى واحد، وليداتي مشاو هما الأولين. ومشينا ما كاينش اللي قابلو لينا باش نخليه في الدار بوحدو، ويودينا معنا القطيط ديالنا تا هو سافر. هنايا كنت نسيت الصاك، رجعت للبيت ديال الدراري، هزيت الصويك ديالنا باش ان شاء الله نشدو الطريق. ويعني كما قلت لكم بطيت عليكم بزاف وتوحشتكم، والله العظيم الا توحشتكم، ماشي زعما كنافقكم. ومولفة يعني كل مرة هكا كنشارك معكم شي حاجة واخا بسيطة. كتشوفوا اليوم شاركت معكم غير هادشي باش سافرنا ولا اللقطات تمايا في طنجة. صافي هنا نشوفوا اختكم لابسة عليها ووجدنا كلشي وهزينا كلشي والحمد لله. نتوما حليت دابا بطلع العمارة عندي. ايوا غندير لكم اللقطات هكا في لاكار ديال التران. وكانت الاجواء زوينه وعجبني المنظر، وقلت يعني جاني داكشي بحال تي جي في وهذا. ولكن في الحقيقه ملي ركبت ما عجبنيش، راه 6 سوايع زياده ديال الطريق يعني كما قلت لكم تسخسيخه. هانتوما هنا في محطه ديال التران كنا كنتسناو باش تجي الوقت نركبو. الاجواء كانت كلها زوينه وفرحانين وهذا. ولكن التجربه ديالي كما قلت لكم انا ما عجبنيش. يعني ملي كيتخلف مع تران اخر كيكون صداع كتير وما مرتاحش. شومبر يعني فيه 8 البلايص، حنا راكبين 4 وجوج بلايص اخرين كيتشونجو. 4 البلايص اخرين كيتشونجو، مرة يدخلو الرجال مرة يدخلو العيالات والباكاج وهذا. كيما قلت لكم ما عجبنيش. ونكثروا من الصلاة على الحبيب مصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنايا كما تشوفوا كيفاش جالسين في التران، كاينه الطبيله يعني كاين كل شيء غير انا ما مرتاحاش فيه. حاطين تشيبسات، حاطين مشروبات، حاطين داكشي اللي زعما هكا تلهينا فيه توصلنا. كنصور لكم هنايا الطريق، يعني كنا مشينا والشتا يعني كاينه في الطريق. احنا كنقولوا الشتاء او كاين اللي كيقول المطر، يعني كل واحد ووصلنا الحمد لله والشكر لله بخير وعلى خير. ودوزنا كل شيء تبارك الله بخير وعلى خير، وغير شويه ديال الصبر كما كنقولوا. انا بعد ما مشيت لطنجة خرجت انا وبنتي هكا قلنا نديرو غير دويره خفيفه هكا سلتنا. جبنا شي حويجات هكا، وبنتي باغا البيتزا خدينا بيتزا.
يعني درنا ديك مشية خفيفة، وأختكم تاني طاحت في طنجة وتلوات ليها رجليها، والحمد لله والشكر لله فين ما مشيت خصنا تكون طرا بيا شي حاجة، ورجعنا بخير وعلى خير، وإن شاء الله تشوفوا معايا فيديوهات أخرين اللي عندي في الدار هنايا، ونقول لكم تهلاو في راسكم ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.